عسلامة ومرحبا بكم في قناة سلام سبور. اليوم باش نحكيو يعني على أداء ريال مدريد البارح اللي كان أداء باهت جدا جدا. هي مباراة ألق فيها الهجوم نتاع أتلتيكو مدريد وفشل فيها الدفاع ريال مدريد. أول حاجة يعني الأخطاء كانت أخطاء كبيرة برشا من ألابا، أخطاء دفاعية متكررة التي أدت إلى استقبال ريال مدريد هدفين، الهدف الأول من رأسية موراتا، ونعرف يعني في المدة الأخيرة صار ريال مدريد يستقبل أهداف مبكرة جدا جدا، والأخطاء هذه ما يتحملهاش يعني كان يعني لاعبين، أيضا يتحملها المدرب اللي دخل بخطة لعب غريبة، تغيير في مراكز من ضمنها يعني الدخول بمودريتش وكروس في نفس الوقت، واللعب بدون يعني قلب هجوم، وكان مركز الهجوم كما شفنا يعني البارح فاضي، يعني مرة يدخل فيه بيرنغهام، مرة رودريغو، واللعب بخمسة لاعبين في الوسط وحتى لو كانوا يعني موجودين. والأسوأ من هذا يعني اللاعبين مش متمركزين بالباهي، ويعني نجم نقولوا بين قوسين يعني كان هجوم ضعيف، وسط مشتت، ودفاع مش مركز. ولكن أنا ما نقدرش ننكر قوة أتلتيكو مدريد في هذه المباراة والتي انتهت 3-1. الهدف الثاني نفس الهدف الأول، وأيضا بخطأ من ألابا. المدرب يعني كارلو أنشيلوتي لازم يقوم بتغييرات سريعة جدا. نعرف صحيح يعني الغيابات مؤثرة ومن أبرزها يعني فينيسيوس المصاب، لكن يجب أن يعود يلعب بنظام 4-3-3، وهذه الخطة اللي لازم يلعب بها في ظل الغيابات كما قلت لكم. في الهجوم يعني لازم يدخل برودريغو وخوسيلو وفالفيردي، وفي الوسط كروس وبيلينغهام وكامافينجا، ويعني وفي الدفاع ألابا وروديجير ويعني غارسيا، وعلى اليمين يعني ناتشو. اخطاء هذه نحكي على اخطاء اللاعبين واخطاء المدرب. فما خطأ يعني فما شخصية اخرى اللي هو قام بالاخطاء هذه، وهي يعني اخطاء كبيرة برشا وفضايح، يعني فضائح بالحق يعني مؤثر، يعني انك تشاهد اداء ريال مدريد بالكيفية هذه، يعني لاعبين مش عارفين يلعبوا المباراة. اخطاء هذه هو يعني الشخصية البارزة في الخطأ هذه، هو اللي هو الرئيس ريال مدريد اللي ما يحبش يعني كما نعرفوه يدفع فلوس، عدم انتداب مدافعين يعني جودة عالية، وما يحبش يعني يجيب مهاجمين يعني كبار. نعرف الناس الكل تقولوا يعني مش يجيب مبابي، لكن يعني مادام امبابي مازال ما جاش حقه امبراسيك يعني جاب هاري كين اللي كان قريب برشا من ريال مدريد، لكن هو لا مازال يستنى في مبابي. به ميساج نقولوا مبابي باش يجي، لكن الدفاع راهو يعني دفاع ضايع، دفاع مش فاهم مش يعمل معك بالحق. يعني تلعب يعني موسم كامل تلعب بثلاثة مدافعين، هذا شيء ما يجيش. ويعني وما جابش يعني على اليسار خليفة مارسيلو، جاب لنا يعني مندي اللي ما نجمش يعمل حتى شيء. ما زلنا نستناو في موهبة جديدة كما قلت لكم، هذه غارسيا لاعب ممتاز جدا. على اليمين لازم كيف يعني يجيب معوض لكارفاخال، نعرفوا الرجل هذا يعني كبر، هو سنين يلعب في ريال مدريد، ويعني بالحق يعني رئيس ريال مدريد يعرف يظل ينتدب كان لاعبين خط الوسط، يعني منتدب خط وسط، يعني اكثر لاعبين هما خط الوسط في ريال مدريد. هكا نكونوا كملنا الحديث عن الفضائح ريال مدريد الاداء. هكا نكونوا كملنا الفيديو، الى اللقاء ان شاء الله، نتقابلوا في فيديو جديد.